عبد الله الغيوان رئيس قسم شؤون التنميه الجهويه بجهه فاس مكناس. دونك حنا حاليا كنتواجدوا في اليوم الختامي ديال فعاليات الاسواق المتنقله لاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسخه ديالو الثانيه، نسخه مكناس، من بعد ما تم الانتهاء كذلك من النسخه ديال الحجب. كيف كتشوفوا هذه النسخه هذه جات في اطار تنزيل مشاريع وبرامج ديال عقد البرنامج ما بين الدوله والجهه، خاصه ما يتعلق بالركن الاساسي هو ركن التسويق ودعم الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات وبعض الفاعلين من مختلف يعني داخل مختلف المؤسسات. التنزيل ديال هذا المشروع كيتجي في اطار تنفيذ اتفاقيه ما بين جهه فاس مكناس ووزاره السياحه والصناعه التقليديه واقتصاد الاجتماعي والتضامني. النسخه كانت ناجحه بكل المواصفات، لا من حيث بطبيعه الحال من حيث مؤشرات الوقع اللي كانت ثابته بالملموس من خلال عدد الزيارات اللي وصلت فقط 21,000 زائر تقريبا لهذا المعرض لهذه النسخه هذه ديال مكناس. كذلك من ناحيه الواقع الاقتصادي اللي تجلى اساسا في عدد المبيعات اللي ارتفعت بشكل كبير، هذا تيأكد باللي القطاع التعاوني هو كيعرف واحد الانتعاشه مهمه مما يقتضي يعني منحه المزيد من العنايه في اطار المواكبه، في اطار المرافقه، في اطار الدعم من خلال المشاريع ديال البنيه التحتيه. في هذا الاطار لابد من نفتحوا على المجهودات الجباره التي تقوم بها جهه فاس مكناس، خاصه ما يتعلق بدعم هذا القطاع هذا، حيث انه هناك واحد المجموعه ديال البنيات هي في الطريق ديالها نحو يعني التنزيل، خاصة إذا تكلمنا على المشروع ديال المركب متعدد التخصصات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هو عنده بعد جهوي غادي يكون متواجد في فاس. كذلك إلى جانب مجموعة من البرامج اللي داخله في إطار اتفاقيات شراكة مع وزارات متباينة، منها برنامج ديال التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، منها كذلك برنامج مؤازرة، وهادشي كله كياتي في اطار دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي واعطائه المكانه المستحقه كما جاء في النموذج التنموي الجديد للمملكه المغربيه التي يعتبروا على اساس انه دعامه اقتصاديه مهمه يجب الاهتمام بها والدفع بها نحو الامام. شنو الرساله اللي كتبلغ الناس فاش كنا كنديروا روبورتاجات تيسكو السي غيوان لهنا ولا في الحاجب؟ انا كنمثل المؤسسه اللي هي مؤسسه مجلس جهه فاس مكناس، وانا هو الوجه ديال ديك المؤسسه، يعني انه المؤسسه هي حريصه على اعطاء هذه التظاهرات المكانه ديالها المستحقه، اعطاء العنايه للفاعلين الشركاء اللي هما تيحضروا معنا. فالشكر موصول من طبيعه الحال السيد رئيس جهه فاس مكناس، كذلك شكر موصول للساده اعضاء مجلس اعضاء مكتب المسير لمجلس الجهه، وكذلك اعضاء الجهه، وكذلك السيده المسؤوله على تنميه على انعاش قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن بجهه فاس مكناس اللي هي حتى هي عطات واحد الدفعه مهمه لهذا القطاع. فاذا عبد الله الغيوان هو جزء لا يتجزا من منظومه ديال جهه فاس مكناس، وهذاك هو الوجه الحقيقي ديال جهه فاس مكناس. كيفاش كان الاحساس ديالكم بعد ذاك الشواهد ديال التكريم اللي كانوا كيتسلموها العارضين؟ بطبيعه الحال كيبان على اساس انه كاين يعني كاين واحد الاريحيه على مستوى النفسيه ديال المتعاونات والمتعاونين، من حيث العنايه اللي لقاو، من حيث الاهتمام، من حيث التتبع، من حيث ورشات التكوين اللي تعطات لهم، من حيث الاقتراب منهم اكثر والاستماع للهموم والمشاكل ديالهم. وهذا من طبيعه الحال عطاهم واحد الاريحيه وعطاهم واحد النظره تفاؤليه للمستقبل ديال القطاع، بحيث انه جهه فاس مكناس اصبحت بالفعل شريك حقيقي لهذ الفاعلين. شنو الجديد ديالكم في المعارض ان شاء الله الجايه والتطورات اللي غتكون؟ الجهه تتفكر ماليا في كون انه هذا القطاع هذا يعني يرتقي الى مستويات اكثر تقدم واكثر فعاليه واكثر نجاعه، بحيث انه هناك تفكير اولا في دعم البنيه التحتيه واللوجستيكيه لهذا القطاع على مستويات متعدده جهويا واقليميا، بحيث انه هناك العديد من المشاريع اللي غادي تستر النور في اطار عقد البرنامج ما بين الدوله والجهه. الجهه تامل كذلك انها غتوضع هذا القطاع هذا في صلب انشغالات واهتمامات برنامج التنميه الجهويه المقبل 2022-2027. الجهه كذلك تفكر في خلق شراكات مع الجهات الوطنيه من اجل اتاحه فرصه لهذ المتعاونين باش يعرضوا المنتوجات ديالهم في جهات اخرى وطنيه. كذلك الجهه هي بصدد عقد مجموعه ديال اتفاقيات شراكه مع في اطار التعاون الدولي باش تعطي فرصه اكثر بالتعريف بالمنتوجات الجهويه على المستويات الدوليه وخارج ارض الوطن.
رساله اخيره لجميع الصناع على الصعيد الوطني سي الغيوان ماشي خصهم يثيقوا في القطاع، والقطاع عنده مؤهلات وعنده امكانيات واعده. اللي اساسي عندنا هو انهم يثيقوا في القطاع، يبذلوا مجهودات في اطار الابتكار وفي اطار الانفتاح على المؤسسات ديال البحث العلمي لانها مهمه، واستغلال الامثل الثروات اللي كتسخر بها جهات فاس مكناس. فكون متيقن على انه الصناع التقليديين عندهم مستقبل واعد في ظل العنايه والاهتمام اللي كيعطيه صاحب الجلاله لهذا القطاع على شتى المستويات.